وتعالى. أستاذنا الكريم، وأنت لست أزهريا على حد علمي، صحيح؟ أنا درعمي، دار علوم، درعمي يعني شقيق وكانت دار علوم آه. تسمى طب الأزهر. نعم. عندما دخلتها لكن مش خريج جامعة الأزهر. لا، كانت تسمى طب الأزهر، هي أصلا كانت تبع الأزهر ثم استقلت، ثم أضيفت إلى جامعة القاهرة، وكانت هذه الكلية تسمى في الماضي طب الأزهر، أي من دخلها كالذي يدخل الطب في مدارسنا، بخلاف لو دخل كلية أخرى أقل من الطب. على أي حال، كيف ترى الأزهر الشريف؟ تقدير الشيخ يوسف البدري الشخصي للأزهر الشريف، وأنا بقول الكلام ده علشان حاجة هفكر بها المشاهد كمان شوية. عظيم. لكن تقدير سيادتك للأزهر ودور الأزهر ودور علماء الأزهر واستنارة الأزاهرة ووسطية الأزهر، تقدر هذا الأمر بأنهي تقدير يا شيخ يوسف؟ أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أنني أصلا نشأت أزهريا. نعم. نشأت أزهريا. نعم. وأنا في سن الرابعة أو الخامسة فقدت البصر، وكنت أحفظ القرآن على أني سأدخل الأزهر، لأنه لم تكن هناك معاهد تعليم تقبل أكفاء إلا الأزهر الشريف. وعشت وأنا أبي تعلم على يد أزاهرة حتى أضحى عليهم والحمد لله، وأشقائي الأربعة أزاهرة رحمة الله عليهم أجمعين، أبي وأشقائي، وأنا نشأت في جو أزهري. حتى كنت أغلق كتابي وأجلس لأنصت إلى المناقشات بين وليدي رحمة الله عليه وبين أشقائي الأربعة. قل يا ممتاز ماذا قال أبو حنيفة، قل يا أحمد ماذا قال الشافعي، قل يا زيد ماذا قال مالك، قل يا حسن ماذا قال، وهكذا. وكنت أنصت. لذلك يعني كبرت وأنا أزهري أعرف المذاهب الأربعة، بينما أشقائي كل تخصص في مذهب من هذه المذاهب. الأزهر أقول فيه كلمة قالها قبلي أمير الشعراء: ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي، وعلى كواكبه تعلمت السرى. ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي، وعلى كواكبه تعلمت السرى. فأشقائي أزاهرة وشيوخي أزاهرة وفي الجامعة أزاهرة، ويعني كنت بعد ذلك أصبحت الآن أزهريا. يعني لكن ترى الأزهر، يعني ترى الأزهر المنارة الحقيقية والمنهج الوسطي الحقيقي في هذا العصر. أنا أقول لك أن الدول الإسلامية حتى الآن رغم نشأة جامعات إسلامية، وكان قديما زي القيروان بتونس وزي يعني هذه الجامعات الأخرى، إلا أنهم يعتبرون الأزهر هو الأساس. وأذكر اتصلت بي بعض الجهات من أجل أن أنتقي لهم عالما من الأزهر يقف في وجه 3 من تخصصات أخرى ومن أوروبا ومن أمريكا في مسألة معينة، وقالوا انتقي لنا مما تراهم من خلال الأزهر، وانتقيت لهم والحمد لله. أقول هم إلى الآن يرون أن الأزهر، قلت لهم أنت عندكم في مكان كذا لا داعي للأسماء في كذا، قالوا كلهم على خير كما ترى أنت، لكن الأزهر هو نريد أزهريا. نعم. نشوف بقى ما فعلته وما قالته وما شهدت به قناة الرحمة في حق الأزهر الشريف، ونرجع لكم تاني على طول مع الشيخ يوسف البدري. والله أقولها لله، كان الأزهر ولا زال وسيظل قلعة شامخة من قلاع العلم الوسطي. والله أقولها لله، والله أقولها لله، لا أتملق بها مخلوقا على وجه الأرض، فليس لي عند مخلوق على وجه الأرض حاجة، وأسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله، لكني أقولها لله عز وجل. لا ينبغي أبدا أن نحمل هذه الحملة الشرسة على الأزهر أبدا. هذا أمر يراد يا إخواني، يراد أن نسقط رموز هذه الأمة. يا أخي العصمة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. لو أخطأ أي فلان مهما كان قدره ومهما كان وزنه فالخطأ وارد. يا إخواني لا ينبغي أن نحمل الخطأ هذه الصورة البشعة. أي إنسان على وجه أنا أخطئ، أنا أخطئ، أخطأت وأخطئ وسأخطئ، كل بني آدم خطاء، وأي عالم على وجه الأرض أخطأ. أنا أقول بصيغة الجزم،
ليه؟ لأن العصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فأعداء هذا الدين يريدون إسقاط الأزهر، ويريدون إسقاط رموز العلم في هذه الأمة، سواء كانوا من الأزاهرة أو من غير الأزاهرة. وهذا أمر يخطط له ويراد، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن نسير مع السائرين، وأن نصرخ مع من يصرخون، وأن نحمل على الأزهر هذه الحملة الشرسة، وكأنه لا يوجد في الأزهر أبدا الآن من يتقي الله، وكأن كل من ينتسب الآن إلى الأزهر رجل حكومة ورجل دنيا ورجل هوى ورجل. لا يا إخواني، والله هذا ظلم، والله العظيم هذا ظلم بشع. في الأزهر من يتقي الله، في الأزهر من العلماء الأجلاء الفضلاء من لا يليق لمثلي أنا أن يكون تلميذا تحت قدميه وبين يديه. لا ينبغي أن نسفه الناس بهذه الطريقة، ولا ينبغي أن نقلل من شأن هذه القلعة الشامخة من قلاع العلم التي أعطت ولا زالت تعطي منذ أكثر من 1000 عام. فأنا أخشى ما أخشاه، يعني أن نسير وراء هذه الموجة التي تريد أن تغرق الأزهر وأن تغرق رموز الأمة وأن تغرق الأمة كلها. لا ينبغي أبدا أن نسقط الرموز أو أن نسيء إلى الرموز، وإن أخطأ رمز من رموزنا في الأزهر أو في غير الأزهر ينبغي أن نصحح الخطأ بأدب جم، وأن ندعو الله عز وجل له بحسن الخاتمة وأن يسدده. من منا يضمن أن يموت على توحيد أو على إيمان؟ اللهم ارزقنا إياكم حسن الخاتمة. ولا حرج على الإطلاق أخي الحبيب، لا زلت أنادي بأن من استطاع أن يدفع أولاده للتعليم في الأزهر فهذا شيء جميل بفضل الله عز وجل. وأشهد الله وأدين لله بأن التعليم الأزهري مع بعض الملاحظات ومع بعض التعديلات والإضافات والتوجيهات منك من بعض أهل العلم هو من أفضل ما يتعلمه الآن أولادنا. يكفي أنه لا يوجد اختلاط، ويكفي أنهم سيحفظون كتاب رب الأرض والسماوات، ويكفي أنهم سيحفظون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وإن كانت هناك بعض الأخطاء التي تراها أنت خطأ فصحح ووجه بأدب وتواضع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قضية اليوم أو حلقة اليوم حلقة استثنائية من برنامج السهم بمناسبة هذا الحكم الذي صدر يوم السبت الموافق 27 نوفمبر، حكم قضائي بإعادة بث قنوات البدر والحافظ ووصال والرحمة وصفا. وقضى القرار أو الحكم كذلك أيد قرار وزير الإعلام بوقف قنوات الناس والصحة والجمال والخليجية. والشيخ يوسف البدري بيقول إن هذا يعني دي حكم أول درجة، وإن هو هيطعن على هذا الحكم لأن كمان القاضي على وفق رواية الشيخ يوسف البدري وهو صاحب القضية، القاضي قال إن ممكن ينظر في القضية عند تغيير أو تعديل مسار هذه القنوات. نأمل ذلك، لكن على كل حال احنا إن شاء الله عز وجل نأمل خير في الأيام اللي جاية بإذن الله، ولا نعادي أحدا، ونقول لأي جهة أو أي شخص طرف في القضية أو غير طرف في القضية لك حق الرد، وحق الرد مكفول. نستضيف سيادتك ترد بأي ردود أنت عاوزها إن شاء الله تعالى. احنا حاولنا برضه يكون موجود معنا أطراف تانية، لكن الحقيقة ما توصلناش لتليفوناتهم، وكان لازم نعمل حلقة بمناسبة هذا الحكم، لكن حق الرد مكفول. شيخ يوسف بقى، تقدير سيادتك الشخصي للأزهر الشريف وهو منارة العلم والتسامح والوسطية، وأنا أعلم أنك لست أزهري، وأنا أقصد أن يشهد الشيخ يوسف البدري في هذه القضية أو للأزهر الشريف. تقول إيه يا شيخ يوسف في موضوع الأزهر؟ أقول والحمد لله كنت صديقا دائما للأئمة الكبار. نعم. بدءا من الإمام الأكبر عبد الرحيم محمود الذي كان شيخا لي في الجامعة. نعم. ومرورا بالإمام الأكبر جد الحق الذي كان يخصني بأمور كثيرة، وكان يعني يحبوني بأمور كثيرة. نعم. وكذلك للدكتور الراحل دكتور سيد طنطاوي، والذي كان يأنس لمجيئي إليه هناك، وكان دائما يحاولون يشورني في أمور كثيرة. نعم. وأخيرا الدكتور أحمد الطيب الذي هو آخر يعني يرحب بي في أي وقت، ولا لست أحتاج إلى أن آخذ موعدا لمقابلته. نعم. إن هذا علامة ودليل على أن الأزهر بالنسبة لي في قلبي أنا هو قلب الخافق. نعم. وقلت قبل ذلك ما ضرني أن ليس أفق مطلعي وعلى كواكبه تعلمت السرى. ده بيت حافظ أحمد شوقي الذي قاله في قصيدته التي بدأها بي: قم في فم الدنيا وحي الأزهر. نعم.
وأقول إن الأزهر يعد ركيزة وسنادة، ويعد حماية للإسلام. حتى على مستوى الدول الأخرى كل يعني مكان في الكل العالم ينظر إليه على أنه هو المنارة وهو السنادة وهو المرتكز لأهل السنة والجماعة. أنا خصوصا السنة وقلت فيها قصة، قلت فيها إنهم سألوني أن أختار عالما أزهريا ليقوم بالرد على 3 من الجامعات العالمية في موضوع معين، فقلت لهم أنتم عندكم جامعة كذا وكذا. مين اللي سألوكم؟ مين اللي سألوكم؟ لا داعي لأسمي أسماء. لا يعني دولة إيه؟ لا داعي لأسمي أسماء. تمام. فقلت لهم أنتم عندكم هنا وهنا وهنا، فلماذا؟ قالوا لي هم كما قلت أنت على خير كبير، لكننا نفضل أن يكون المواجه أزهريا. نعم. تخيل. نعم. أقول هذا بالنسبة للأزهر. نعم. ولا بد أن نحافظ عليه وأن نحترم رجاله. وأذكر أنني دفعت عن الشيخ الراحل رحمة الله عليه عندما قامت إحدى وسائل الإعلام بإظهاره بمظهر سيء، والحمد لله نجح دفاعي أخيرا. طيب. أما بشأني شيخ يوسف، عشان الوقت خلاص بتاعنا انتهى، احنا عايزين نرأي سيادتك الشخص إيه فيما يخص عودة القنوات. يعني هل أنت مستشعر أن القنوات ستعود قريبا إن شاء الله تعالى، وخصوصا في ظل هذا الحكم التاريخي الذي إن دل فإنما يدل على قضاء مصر الشامخ والعادل، وأن قضاء مصر هو درة على جبين مصر وعلى جبين المصريين حسب تعبير سيادتك؟ يعني تستشعر ماذا؟ يعني إحساس سيادتك إيه في المرحلة القادمة؟ لقد رؤية لي أمس. نعم. أخبرت بها وعرفت أن الحكم اليوم سيكون شرفا ما شاء الله، وسيكون بشارة. نعم. وسيكون بداية لبشريات أخرى. وحكم اليوم إنما هو مقدمة تليها بشارات أخرى إن شاء الله بعودة كل القنوات بإذن الله تعالى. ولن يمر إن شاء الله إلا فترة قصيرة على احتجاب هذه القنوات، ثم يستمتع المسلمون لا في مصر وحدها بل في العالم الإسلامي كله بما تبثه القنوات. والحمد لله أن كانت الرحمة من أولى القنوات التي عادت بإذن حمد الله تعالى وفضله، ثم صفا ووصال، ثم كذلك الحافظ، وأسأل الله لباقي القنوات، ثم البدر لباقي القنوات أن ترجع ونقرأ. هيا يا قضاة مصر، يا من أنتم بعد الله تعالى الملجأ لتصحيح المسارات كلها، شكرا لكم وحمدا لله تعالى على أن قضاء مصر سيظل دائما لؤلؤة ودرة وماسة في جبين مصر العظيمة. شيخ يوسف، أنا بشكرك مرتين الحقيقة. المرة الأولى إن سيادتك تقدمت طبعا بالقضية وتعبت، وبشكرك نيابة عن جموع المشاهدين عن تعبك في هذه القضية، وإن شاء الله ربنا يجري الحق على لسانك ويجري الخير على يديك بإذن الله تعالى. المرة الثانية بشكرك على تشريفك لنا النهاردة في برنامج السهم، وهي حلقة استثنائية عملناها علشان خاطر هذا الموضوع بالذات، وكان شرف لينا أن تكون معنا في هذا الموضوع. وأنا سعيد، لكني لا أنسى مكتب المحاماة ورجاله. نعم. الذين هم جنود مجهولون يرفضون أن يظهروا، وإنما يعملون من وراء ستار في صمت، ويكفيهم فرحا أن الله يوفقهم في كل هذه القضايا. نحن أيضا نتوجه لهم بالشكر الجزيل، وحق الرد مكفول كما قلت لأي طرف في القضية أو لأي حد عاوز يرد على الكلام اللي اتقال النهاردة في الحلقة. نحن لن نقصد الإساءة لأحد، نحن فقط نبشر المسلمين بهذا الحكم. نحن نريد أن يطبق القانون ولا أحد فوق القانون، سواء كنا إحنا لو في خطأ عندنا كقناة أو عند غيرنا يصحح هذا الخطأ بالقانون، لو فيه خطأ يستوجب الإغلاق تغلق بالقانون، ولو ما فيش أخطاء نحن مع أن تفتح هذه القنوات أيضا بالقانون. الرحمة باقية. وأشكر الشيخ يوسف، أشكر حضراتكم، وأشكر أسرة البرنامج على هذه الحلقة الاستثنائية مع حضراتكم. تابعونا في حلقات أخرى من برنامج السهم بإذن الله تعالى.